السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وافضل حال يا رب ان شاء الله. طبعا اسئلة كتير جاتني، عايزين نعمل كيكة حلوة كده ومظبوطة وناجحة. النهاردة بأمر الله هنحضر مع بعض افضل وانجح واحسن طريقة للكيك ممكن تعمليها. هيطلع معاكي مرتفع هش، قوامه خرافي، وبمقادير مظبوطة، يعني مليون المية تطلع معاكي بأمر الله حاجة كده مظبوطة. وكل مرة هتحضريها وانت مالي ايدك منها ومن نجاحها بأمر الله. ده غير ان احنا هنحضرها في الخلاط مع بعض، وهنتكلم مع نوع الدقيق وعن نوع البيكنج باودر، وايه اسباب اللي تخلي معاكي الكيكه تنجح وايه الاسباب اللي تخلي معاكي الكيكه تفشل، من حيث التسويه، من حيث القوام، من حيث الشكل. وما ننساش النهارده معانا مكون سري جدا، هو اللي هيخلي معاكي الكيكه في حته تانية خالص. نسمي الله كده. اول حاجه عندي هنا كوبايتين ونص دقيق. الدقيق اللي انا مستخدماه هنا دقيق جميع الاغراض، بس يكون دقيق نظيف، يعني يكون ماركه كده كويسه للدقيق، عشان يكون نسبة الجلوتين فيها كويسة، فتطلع معاكي الكيكة حلوة كده ومرتفعة معانا. هننخل الدقيق، ده أهم خطوة، خلي بالك، لأن نخل الدقيق ده كده بيخلي في الكيكة هشاشة كده حلوة، ما بيخليهاش تقيلة كده. لا، هنستخدم هنا برضو كيس كيك شيف كامل. المقادير اللي احنا هنستخدمها النهاردة دي، عايزة كيس كيك شيف كامل، ما تحطيش بيكنج باودر. البيكنج باودر ممكن يكون برضو مش كويس، لان بصراحه من يوم ما حصلت معايا موقف كده في البيكنج باودر مش بستخدمه خالص. حطيت برضو هنا ذره ملح. هنقلب المقادير الجافه دي مع بعض كده تقليبه محترمه. اهم حاجه تتاكد ان كل اختلط في بعضه، الدقيق مع الكشف، اهم حاجه يكون اختلط وتجانس مع بعضه كويس. تمام. ما تكسليش من الخطوات دي، لان الخطوات دي بتفرق جدا جدا معاكي في الكيك، ومن اسباب النجاح بتاعه الكيك. تمام. عندي هنا 4 بيضات. لو انت عندك البيض حجمه كبير كده ومليان وحلو، استخدمي 3. لو عندك البيض صغير زي اللي انا مستخدماه كده والحبة كده مش اللي هي يعني، استخدم 4. وبرضو اهم حاجة يا جماعة ان احنا نكسر بيضة بيضة ونحطها في الخلاط. ما تغلطيش الغلطة بتاعتي، لان عملتها قبل كده، حطيت البيض فوق بعضه فاضطريت ان نكب البيض كله، فدي خساير وحرام. فبلاش، احنا نعمل بيضة بيضة كده في طبق ونتأكد ان هي كويسة ونحطها في الخلاط. تمام. ادي كده هنكسر بيضة بيضة ونحطهم زي ما شايفين كده في الخلاط. دي اول خطوة معانا في المكونات السائلة. تقولي كبالكم المقادير تحت في الوصف بالمظبوط. زي ما شايفين كده كسرت البيض بيضة بيضة. وعندي هنا كوب وربع سكر، كوب وربع. السكر ده مش هيطلع معاكي كتير ولا هيطلع معاكي قليل، هيطلع معاكي مظبوط على الشعرة. عندي هنا معلقة صغيرة خل. المعلقة الخل الصغيرة دي بتفرق جدا، لأن بتتفاعل مع البيكنج باودر، فبتخلي ترفع معاك الكيكة وبتخلي لون الكيكة حلو وما بتخليش فيه زفارة. حطينا برضو فانيليا، وهنضرب ده كله ضربة مع بعض. زي ما شايفين اللون كده اتغير معانا لحد لما خد اللون ده، يعني افتحي درجة كده. عندي هنا كوب إلا ربع زيت، كوب إلا ربع، وهنحط عليه معلقة صغيرة سمنة. يعني كوب إلا ربع زيت، حطيت عليه معلقة صغيرة واحدة بس سمنة. مش قليل ده، لا، المقدار ده مظبوط جدا جدا جدا. وهنضربهم ضربة في خلاط. ادي شايفين اول حاجة، وبعد كده اللون هفتح معانا زي ما شايفين كده درجة. هننزل بالخليط اللي احنا عملناه في الخلاط ده فوق الميكس الدقيق اللي احنا عملناه مع البيكنج باودر والملح وقلبناهم كويس. هننزل كده بالخليط ده وهنديهم التقليبة التمام. هنجيب كده المضرب ونقلب كده كويس في الخليط ده مع بعضه. هتقولي هي دي الكيكة؟ هنقول لكم استنى بس عليا كده شوية. هننزل بالمكون السحري السحري بجد والله، اللي هو هيفرق معاكي جدا في قوام الكيكة. طبعا انتوا شايفين الكيك كده معانا تخين كده، هو مش احسن حاجة خالص. لا، هنحط المكون السحري مع بعض دلوقتي وهيفرق معانا. بس اهم حاجة ندي التقليبة كويسة ونتأكد ان مفيش دقيق تحت لاصق في البولة معانا كده. نتأكد ان كل المكونات اتخلطت مع بعض كويس جدا جدا. تمام. صلوا بينا كده على الرسول، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. شايفة القوام ده كده تخين. شوفوا المكون السحري كده مع بعض اللي هو ايه معانا. طبعا هنا اللبن عندي مغلي، هو ده المكون السحري بتاعنا. لبن يكون مغلي. اهم حاجه يكون اللبن زي ما شايفين كده بيغلي معانا، ننزل بيه فوق خليط الكيك. ايه ده؟ ازاي مغلي وهنحطه فوق الكيك اللي فيه بيض ني وفيه مش عارفه ايه، وممكن البيكنج باودر يبوظ او الكيك شيف يبوظ؟ استحاله يبوظ معاكي. اللبن المغلي ده عامل زي السحر كده، هيخلي الكيكه معاكي في حته تانية. زي ما شفتيها كده شبه الاسفنجه كده معانا، وشكلها تحفه، وفي الفتحات بتاعتها متناسقه كده، وشكلها في قمة الروعة ومرتفع معاكي. بالعكس، ده هيعمل عامل رفع معاكي، وعامل كده يخلي الكيكة
قوامها تحفة زي ما شايفين كده. خدنا الكوباية اللبن المغلي حطيناها ودوبناها كده كويس مع الخليط، واهم حاجة خلينا الخليط تتجانس كده مع بعضه كويس زي ما شايفة كده، تديله التقليبة التمام، ده اهم حاجة برضو. وتكوني محضرة الصينية بتاعتك دهنها زبدة ومبطناها بالدقيق كده. وبرضه من أول ما احنا بنشتغل في الكيك تكوني مجهزة الفرن بتاعتك ومشغلاها كده تاخد السخونة بتاعتها. أهم حاجة في الفرن يا جماعة ما تشغليش الفرن كده على نار عالية، لا الفرن تكون نار متوسطة، يعني 180 درجة من حرارة مئوية. اهم حاجه يكون نار متوسطه معاكي، ما تعليش الفرن، لو عليت الفرن الكيكه هتبقى معاكي كده من جناب كده واطيه، وفي النص هتلاقيها عملت دايره كده وطلعت معاكي فوق، لا. وممكن تفتح معاكي كده تعمل شق كده من فوق، مش هتبقى معاكي احسن حاجه خالص. فانتي تخلي النار متوسطه، هتطلع معاكي الكيكه مظبوطه، شكلها متناسق مستويه تمام التسويه، وهتطلع معاكي رائعه بصراحه. ادي كده كنت خلصت خليط الكيك كده، ضرب فيه كويس. وزي ما قلنا كده عندي الصينية متبطنة هنا زبدة. أفضل حاجة تدهني بيها الصينية الألمونيا الزبدة، واللي تبطنيها بالدقيق. الزبدة هنا بتعمل كده، بتخلي كده الكيكة من تحت زي القطيفة كده معاكي وشكلها تحفة. شايفين الحركة اللي أنا بعملها دي بالخلة بتفرق جدا، لأن انت كبيت المكونات كده في النص فهتطلع معاكي عالية من النص. لا الحركة دي اللي احنا بنعملها هتخلي الكيكة تتوزع كويس معاكي، بحيث انها هيخلي معاكي شكل الكيك متناسق معاكي في الآخر. نديها خبطتين كده، لان لو في فتحات كده او فقاقيع هواء كبيره ما تبوظش معانا الكيكه. لا بصي كده، ودخلت معانا الفرن خدت معي تقريبا 40 دقيقه. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، حاجه كده في قمه الروعه وفي قمه الجمال. زي ما شايفين الكيكه كده مرتفعه هشه ناجحه معانا، ما هبطتش معانا خالص. بلاش تفتح الفرن على الكيكه وهي في الفرن كده ولسه حساها نيه، لا تعدي معاكي 35 دقيقه او اكتر من كده حتى ان انت تفتح الفرن. استحالة تفتح الفرن قبل كده وما حدش يجي ده جنب الفرن خالص، لان ده لو فتحت عليها قبل كده الهواء اللي هو بارد بره هيدخل الفرن كده هيهبط معاك الكيكة. فبلاش ان انت تفتح الفرن عليها قبل كده. تمام. خلي بالك من الحركات دي اللي انا بقولك عليها، لان بتفرق جدا جدا معاكي في الكيكة وفي القوام بتاعها كويس. وادي كده انا بقطع الكيكة زي ما شايفين كده، بسم الله ما شاء الله، التقطيعة بتاعتها كده حلوة جدا. وهنشوف مع بعض الكيكة عاملة ازاي كده من جوه كده وشكلها ازاي، وهل ناجحة معانا ولا لا. والخطوات اللي احنا قلنا عليها وتركة اللبن المغلي فرقت جدا معانا في الشكل. ما تستخسريش وجربيها وقولي لي رأيك فيها، لان بجد احلى كيكات ممكن تعمليها وناجحة بأمر الله. كل مرة هتكون معاكي كده زي ما شايفة كده، بسم الله ما شاء الله تبارك الله، ناجحة هشة. شايفين الفتحات بتاعتها متناسقة ازاي، شكلها جميل. والتبطينة اللي احنا عملناها بالزبدة من تحت، لو تاخدي بالك كده من تحت بصي زي القطيفة كده معاكي، شكلها حكاية تتحدث عن نفسها. وبلاش يا جماعة نستخدم بيكنج باودر ونزود البيكنج باودر كده معانا في الكيك. احنا بنحط بيكنج باودر او نزود بيكنج باودر لان احنا فاكرين ان البيكنج باودر هيرفع معاك الكيكة. بالعكس، انت كل ما تحطي بيكنج باودر طعم الكيكة ممكن يمرر معاكي. دي حاجة. تاني حاجة ممكن الكيك نفسه كده يهبط كده بعد ما يعلى كده جامد، يهبط معاك. دي برضو حاجة. تاني حاجة ممكن الكيك بعد كده يفتح ويشق معاكي من فوق كده ويبقى شكله مش متناسق خالص. فبلاش نستخدم بيكنج باودر كتير، نستخدم المقدار المظبوط المناسب لكمية الكيك اللي انت هتعمليها. وبلاش يا جماعة البيكنج باودر. تاني حاجة ان احنا هنتكلم فيها مع بعض في تخص نجاح الكيك، بلاش نستخدم صينية كبيرة خالص للكيك، لان كده هتطلع معاك الكيكة حجمها صغير تنشف معاك في الفرن كده، تبقى مش احسن حاجة خالص. وبلاش نستخدم برضو صينية صغيرة كده، لان ممكن الكيك ترتفع معاكي زيادة وتنزل كده معاكي في الفرن. بلاش. اختار الصينية الصح للكيك تكون معاكي مظبوطة وتطلع معاكي هشة كده، والارتفاع بتاعها مناسب جدا، وهيكون بسم الله ما شاء الله زي ما انت شايفة كده معانا. وده برضو عامل يخلي معاكي الكيك كده يطلع معاكي مكتوم. فادينا قلنا اسباب كتيرة لنجاح الفشل الكيك مع بعض. زي ما شايفين الكيكة بتاعتنا النهاردة تحفة كده وهشة واسفنجية وطعمها كده زي القطن. بصي كده شايفة معانا طراوتها ازاي، طرية جدا. بصي بترجع تاني زي ما كانت. ده يدل ان الكيك معانا ناجح مظبوط مستوي صح، الفرن بتاعته كانت صح، مقدار البيكنج باودر معانا برضو مظبوط جدا. كل حاجة بسم الله ما شاء الله فيها مظبوطة. املي ايدك منها كده وتوكلي على الله واعمليها بأمر الله تطلع معاكي ناجحة بكل مصداقية. والله يا جماعة تحفة 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 بجد، أو من أول ما هتعمليها مش هتبطلي تعمليها تاني.
ما تنسوش لو عجبتكم الوصفة وطريقة عمل الكيك النهاردة تدعموا الفيديو بلايك عشان يوصل لأكبر عدد من الناس. ما تنسيش تدخلي في التعليقات تصلي على النبي. وأحبائي في الله نشوفكم على خير في فيديو جديد. مع السلامة.